مؤتمر الاستثمار بقصر الأمم وقضية علي حداد وعلاقتها بتنحية سفير الجزائر بباريس وأمور ما تداولته بعض وسائل الإعلام وما تداولته بعض صفحات الزملاء في الفيسبوك صحيح إلى حد بعيد، وهو أنه فيه ضيوف لم يكن مرغوب في زيارتهم الجزائر وحضور الملتقى ملتقى الاستثمار حضروا، وصرا يعني نوع من التحدي أو نوع من الشد والجذب ما بين رئيس المنتدى علي حداد ووزير الخارجية ودفع الثمن سفير الجزائر بباريس. التفاصيل اللي وصلتني أنا واللي غير متاحة يعني لم يتم التطرق لها من قبل هي كالتالي. أولا، إذا كنت تتذكروا في كل مناسبة نقول لكم أنه رجل الأمن، خاصة ضابط الأمن، ضابط المخابرات يعني في الجزائر أو في العالم يعني خاصة في الجزائر، لن يتقاعد، يعني حتى ولو يأخذ تقاعد رسمي يعني في الوثائق، لكن في رأسه ما يتقاعدش، يبقى يشتغل، يبقى يعني عنده هذاك الفيروس هذاك تاع الاسبيوناج والكونتر اسبيوناج في راسه حتى يموت، حتى نتوقف خلايا مخه. اما قضيه هذه يتقاعد ويروح وينسى وكذا هذه مستحيل، ما كاش منها. الدليل انه عندنا رجل اعمال، يعني هذه التفاصيل ما كاش اللي يعرفها، هذه نعطيكم التفاصيل يعني نعطيكم المخير تاع المخير. كاين رجل أعمال كان مشارك في الملتقى، في ملتقى الاستثمار، كان مشارك بشكل عادي كرجل أعمال. هو صح رجل أعمال عنده مؤسسة، لكن هو في الحقيقة عقيد متقاعد، صار له مدة، أنا نعرفه شخصيا، صار له مدة، هو تقاعد في 2004، خرج تقاعد برتبة عقيد في 2004. أنا كنت في الجزائر لما تقاعد، وكون مؤسسة خاصة وكبرت المؤسسة والله يبارك، أصبح رجل أعمال ناجح وعضو في منتدى رجال الأعمال. وذكرت يعني هذه القصة لأنه كاين كثير من رجال الأعمال اللي هما ضباط في الأمن أو في الجيش أو في المخابرات وتفرغوا إلى أعمالهم الخاصة وأصبحوا يعني ما يعني صعب أنهم يعرفوه، يعني ما محدد، صعب أنه يعرف هذا الشخص اللي نتكلم عليه، لكن هو يعرف، هو لأنه تكلمت معه وراه يسمع فيا يعرف بلا نتكلم عليه. هذا العقيد هذا كان مشارك في المؤتمر. هذا العقيد لما كان في الخدمة قبل 2004 ولمدة تقريبا حوالي 10 سنوات كان مكلف بمجموعة من الملفات، من بين الملفات كان مكلف بدراسة بعض الملفات في العلاقات الجزائرية المغربية، كان مكلف بالملف المغربي مع مجموعة من الضباط طبعا، وكان عنده قائمة من الشخصيات المغربية والفرنسية التي تحمل جوازات فرنسية لها علاقة طبعا بجهات مغربية وبالمخزن وبالمخابرات المغربية. هذه الشخصيات كانت في قائمة الممنوعين من دخول التراب الجزائري، هو يعرفهم مليح، يعرفهم بس يعني بالوجه بالصوت والصورة، ويعرفهم بالاسم، ويعرفهم مليح لأنه درس عليهم 10 سنوات وهو يدرس في ملفاتهم وتحريات وكذا وكذا، يعرفهم. وهو مشارك في المؤتمر، يعني هو في الملتقى صادفوا أنه شاف هذه الأشخاص داخل القاعة. إيه هذا نعرفه، هذا ممنوع يدخل الجزائر، كيفاش تخلوا هذا ممنوع؟ يعني ما همش واحد ولا اثنين، مجموعة. حسوا الأمني خلاه يتصل بمسؤوله الأول سابقا. كي نقول لكم مسؤوله الأول سابقا مباشرة تعرفوها أكيد، اللي هو الفريق توفيق. اتصل بالفريق توفيق قال له يا شيف أنا واحد الملاحظة لاحظتها، واش كاين فلان وفلان راه في الملتقى في الافتتاح، يعني دخلت لقيت باللي هذا هو، وقبل ما يجي حتى رئيس الحكومة يعني الوزير الأول قبل ما يدخل، لأنهم كانوا مع بعض وكانوا في فندق الشيراتون نظن، مانيش عارف بالضبط لكن نظن كانوا في فندق الشيراتون مع بعض، يعني شافهم لأنهم جاوا لافاي قبل طبعا. قال له أنا شفت هذا الناس هذو، يا هل ترى أنتم
يعني رفعتوا عليهم الحظر، يعني مسموح لهم يدخلوا. والله كيفاش هذا، وانا انا خدمتي اللي خدمتها انا لاخر لحظه كي خرجت كانوا ممنوعين من دخول الجزائر بناء على توصياتكم. قال له اوكي خلينا نشوفوا الموضوع. الفريق توفيق حسب المصدر هذا اللي اعطاني الخبر يقول انه قام باجراءاته، اتصل مباشره بمدير الديوان رئاسه الجمهوريه أو يحيى وكلفوا بمتابعه الموضوع بدقه. تابعوا الموضوع وجدوا انه هذو ما عندهم دعوات رسميه من طرف المنتدى وباش يحضروا للمنتدى، وتحصلوا على تأشيرات من القنصلية الجزائرية في باريس. ما همش حتى من المغرب، ما جابوش التأشيرة من المغرب، جابوا التأشيرات من باريس، من القنصلية من باريس، وبشكل عادي يعني دخلوا بشكل عادي، ما دخلوش تهريب، ما جاوش مهربين. إذن تم إبلاغ يعني الجهات المعنية بالتحري في الموضوع بأقصى سرعة. اتصلوا بالمكلفين بأمور خاصة في باريس، وشني هذه القضية؟ قال لهم احنا في سجلاتنا ما عندناش هذه الأسماء، ما خرجوش من عندنا. كيفاش خرجوا؟ بعد التحريات وجدوا أنه هذو اللي تحصلوا على تأشيرة تحصلوا عليها مباشرة من عند السفير بتوصية من السفير، طبعا هم أخذوها من عند القنصل العام، لكن أدوها من عند السفير بتوصية من عند السفير، يعني ما فاتوش، ما مدوش ملف للحصول على تأشيرة، وملفاتهم لم تخضع إلى التحقيق الأمني المعمول، لأنه أي تأشيرة أي فيزا تأخذ يعني وقت باش حتى وتكون يعني إلا التأشيرات الدبلوماسية اللي ممكن وفيها يعني حتى التأشيرات الدبلوماسية دبلوماسيين وفيها يعني كما يقولوا الناس فيها قراءة، فما بالك بالتأشيرات العادية رجال أعمال أو إعلاميين صحفيين أو كذا، لازم لها يعني دراسة أمنية. ما يهمش يعني قادرة تأخذ 4 ساعات، قادرة تأخذ 24 ساعة، قادرة تأخذ 24 يوم، 24 أسبوع، المهم أنها تخضع إلى تحقيق أمني، تفوت لونكيت يا هل ترى مسموح له بالدخول أو لا. هذه التأشيرات اللي دخلوا، هذه الجماعة اللي دخلوا واللي اكتشفهم العقيد هذا المتقاعد، ما خضعوش إلى أي إجراء، مباشرة حطوا الجوازات، داو التأشيرة وخرج، مسجلين فقط رقم التأشيرة وش من الآخر، لكن ما عندهمش كما يقولوا الناس ملف قاعدي، ما عندهمش دوسيمار في القنصلية ولا في السفارة، ما عندهمش، ما كان لا تحقيق أمني ولا تحقيق إداري ولا أي شيء. التحريات السريعة والمستعجلة طبعا توصلت إلى أنه السفير تدخل شخصيا، ممكن بحسن نية، ممكن ما نقدرش أنا ما نعرفوش يعني ما نقدرش نتهم نقول باللي يعني متواطئ ولا، لكن بحسن نية. السؤال هنا وأنا نجاوب، يا هل ترى حداد متواطئ في القضية وعنده، أنا نقول حداد شخصيا ما عندوش مشكلة، ما عندوش علاقة. حداد شخصيا ليس له علاقة بالموضوع، لأنه عنده لجنة مكلفة بتقديم دعوات، وهو ممكن أعطى اسم أو 2 اللي قال لهم قدموا دعوات لهذا، ولكن القائمة اللي جات فيها مجموعة كبيرة اللي خضعوا تأشيرات. حداد حتى باش ما نظلموش الناس، حداد ما عندوش علاقة بالموضوع مباشرة، عنده علاقة بطريقة غير مباشرة كرئيس المنتدى، طبعا يتحمل مسؤولية. اللي يتحمل مسؤولية هنا هي مصالح وزارة الخارجية، وزير الخارجية تحمل مسؤوليته واتخذ قرار بإقالة السفير دون الرجوع إلى أي جهة، علما أن سفير الجزائر في باريس يتم تعيينه من طرف رئيس الجمهورية وليس وزير الخارجية ولا الوزير الأول. كاين بعض السفراء لا يتم حتى استشارة درك نكلمك دقيقة ونكلمك أوكي، يعني معليش هذه مكالمة مستعجلة. قلت كاين بعض السفراء اللي لا يتم استشارة حتى وزير الخارجية أو الوزير الأول في تعيينهم، يعني مثلا وزير الجزائر في باريس، في واشنطن، في لندن، في يعني كثير من السفارات يعني المهمة الحساسة لا يتم استشارة. إذن وزير الخارجية اتخذ قرار بعد طبعا توصية اللي جاته بإقالة السفير فورا، وفي بعد كلمة الوزير الأول كانت عنده توصية من الأول، وزاد وصله تليفون، اللي كلمه في تليفون هو أحمد أو يحيى مدير الديوان،
مدير الديوان كلم سلال قال له المطلوب منك ومن الوفد الوزاري أنهم يغادروا القاعة فورا وما يحضروش الجلسات لأنه كاين بعض الضيوف غير مرغوب فيهم. طبعا لا يتم طردهم من الجلسة، لكن يتم تجاهلهم ولا يسمح بالتقرب منهم والتفاوض معهم أو الحديث معهم تماما. وهو ما حدث. سلال يعني انسحب بشكل يعني سلس، ما حبش يخلق يعني انسيدون بوليتيك وين يجي واحد يخمس معاه ولا يجي واحد يتناقش معاه يقول له اسمعني ما نهضرش. كمل الكلمه نتاعو وطلب من الوزاره نتاعو انهم ينسحبوا، وانسحبوا وتمت الجلسات في اطار يعني عادي، لانه عيب يعني جاك ضايف باش تطردوا، انت لازم تتحمل المسؤوليه قبل ما يجيك، ما تاخذ اجراءاتك، لكن ما دام دخل دارك ما تقدرش تطردوا. هذا هو الشيء اللي حدث. اللي حبيت ننبه ليه واللي يهمني في الموضوع اللي قلت لكم شيء مثير هو أنه مصالح الدولة الرسمية، يعني لا وزارة الخارجية ولا رئاسة الوزراء ولا المكلفين بالأمن بصفة رسمية ولا السفير الجزائري ولا القنصل العام ولا أي واحد انتبه للموضوع. الذي انتبه للموضوع وقام بواجبه الوطني هو عقيد متقاعد، عقيد متقاعد قاعد في دارهم ويخدم في ليزافير تاعو، هو الذي نبه الدولة إلى مشكل أساسي ومشكل عويص. هنا حبيت نقول لكم أنه رجال الأمن ما يتقاعدوش، هذا هو اللي أنا نسميهم رجال الخفاء. هؤلاء هم اللي نسميهم أنا بعض الشرفاء الأحرار داخل